الموضوع بدأ عادي، شخص اسمه كريم، شاب طبيعي جدا، عنده شغل، عنده أصحاب، بس كان بيحس بحاجة غريبة. كان دايما حاسس إن في حد بيراقبه، مش بيراقبه بعينه، لأ، بيراقبه من جواه. كل ما يبص في المراية يحس إن اللي قدامه مش هو، وكل ما ينام يحلم نفس الحلم. مكان مظلم، وصوت بيقوله ركز، الوقت بيخلص. وفي يوم اختفى، بس قبل ما يختفي ساب وراه موبايله مفتوح وعليه تسجيل صوتي مدته دقيقة، بيقول فيه: لو بتسمعني دلوقتي اعرف إني كنت صح، في حاجة غلط حوالينا، في حاجة مش بنشوفها بس هي شايفانا، وكل اللي بتحس بيه ومش بتفهمه مش خيال، وكل حاجة بتحاول تنساها هي السبب إنك مش قادر ترتاح. وبعدين الصوت اتقطع، وآخر حاجة اتسجلت كانت جملة بصوت تاني غير صوته. واحد تاني فاق: اقفلوه. محدش عارف هو راح فين ولا ايه اللي حصل بعد التسجيل ده، بس من ساعتها كل حد شاف الفيديو ده حصل معاه حاجة غريبة. فلو حسيت بحاجة غريبة دلوقتي بص حواليك، يمكن الدور عليك.